ايه الصداقه جميله. قد ايه البيتزا دي تجنن. قد ايه المكان هنا يا جماعه رومانسي رومانسي موت. وقد ايه صاحب الكافيه ده بيكسب على قلب امه قد كده اهو. انتوا عارفين يا بنات، انا في الاعداديه كنت بشتغل في الصيف على عربيه فول، وفضل حلمي يكبر ويكبر، وقلت اعمل سلسله محلات فول اسمها الطرقاوي للمدمس. بس انتوا عارفين العيله وقفوا ضد رغبتي وما خلونيش اعمل كده. وبالونا بيك في اعلام سنتها. لا، بعتوني اشتغل في الصيف برضه، بس عند عجلاتي قريبنا كانوا مسميني طارق ابو بلف. يا جدعان انتوا عارفين صاحب الكافيه ده اكيد بيروح كل يوم على قلبه يجي 20,000 جندي. اصل يا جدعان الاسعار هنا مولعه قوي. عارفين يا جماعه، انا نفسي لما اتجوز اعمل ريسبشن على شكل كافيه، والسفره بقى تبقى على شكل قلب، اما بقى الحلل والاطباق والحاجات دي يبقى عليها شفايف ودبدوبات وحاجات كده. انا بقى عايزه اتجوز واحد صاحب كافيه عشان ما اطبخش خالص ولا حتى اعلق له على كوبايه شاي. انتوا عارفين يا جماعه، انا نفسي صاحب الكافيه ده يتصني بعربيته، وبعدين بقى اطلب تعويض كبير قوي في المحكمه فيروح متنازل لي على الكافيه بتاعه. كفايه نقع على الناس بقى. سيبيها تنق، خليها تعبر عن احلامها الشريره. معلش يعني بعد اذنك، هو مين البرنس؟ دكتور باشندي ابو فروه، 2 دكتوراه 7 ماجستير وقهوه، اللي هو الكافيه اللي انتوا قاعدين فيه، ومقدم على نوبل. يا عايده افهميني، الشغل في البيتزا قطاعي ما عادش يجيب همه. انا عندي ليكي مشروع، انت تحط اللي بتخنصريه من خالي على اتصالاتي، على علاقاتي، على كل خبراتي، وانا وانت كده مع بعض نفتح فرن فرنجي. بقول لك يا واد انت وفر كلامك ومشاريع، مش عايده يا اخويا اللي تقف تقرص وتكيس على اخر الزمن. وبعدين ده انا وانت يا واد اكتر 2 في البيت ده بنناقر في بعض، اشاركك انا وعلى راي المثل الشريك المخالف اخسر وخسر. اهو دون كلام مش بروفيشنال. دون ليه بقى؟ لان لغه المال لا تعترف بالخلافات الشخصيه. احنا على مستوى الشغل نحترم بعض. لو سمحت يا مدام عايده شقري لي على العجين ده شوفيه خمر ولا لا، والنبي يا استاذ تامر استقضاني ال10 ترغيفه فينو اللي هناك ده همن. نرجع بقى البيت، نرجع لطبيعتنا. انت واد يا رزل، انت ناويني الريموت قومي عايزه سخنيني اللوبيه وكده وكده. بقول لك يا رزل، انت فعلا رزل، انت رزل ما بتفهمش. مش هشاركك، مش هشاركك. بقول لك خش خلك حبيبك جوه، انصب عليه. انصب على مين وانت قاعد حيلتكوا حاجه؟ اخر 50 جنيه اقنعته يخش بيها معايا في مشروع مصنع المكرونه. مكرونه بالصلصه. يا فندم، مش قادره اصدق، دي قصه كفاح مليانه تعب ودموع ونجاح لعالم كبير زي حضرتك. النجاح العلمي مش كل حاجه. العلم نفسه ما ياكلش بسكوت ساده. انا مثلا راجل متجوز 2 فاتح بيتين، عندي مراتي الجديده بقى رشا خاربه بيتي. حرام، ما هو فعلا كل العلماء اللي زي حضرتك خاينين ووحشين. لا مش خاينين ولا حاجه. العالم يا بنتي لو ما دلعش نفسه مش هيعرف يدي نظريات. يعني مثلا اقرا التاريخ كده واطلع وشوف، هتلاقي كل عالم واخد نوبل متجوز السكرتيره بتاعته عرفي. انا مثلا دكتوره ابتسام مراتي انا كنت بحبها جدا جدا جدا. من ساعه بقى ثوره الكليات اللي جت في السنه الاخيره دي ما قدرتش. اللي بترقص على عجله واللي مريحها في البانيو واللي جنب حصان، بجد ما قدرتش اقاوم. عندك حق. انا لما سيهام ترجع من اليابان هقنعها نفتح محل لسان عصفور، اول محل لسان عصفور متخصص في الشرق الاوسط، وهسميه طارق ابو لسان. والله يا دكتور يعني حضرتك قدوه لكل الشباب، ومصر زي ما محتاجه الكفاءات محتاجه برضو الكافيهات. اصل انا مع الاسف مسافر اسبوع المانيا علشان في نظريه بيدرسوا فيها هناك ثاني اكسيد الكربون السيء، فقلت بدل ما اقفل الكافيه اجره لاي حد يعني. وتقفله ليه بس؟ في حد يقفل عتبه رزقه؟ طب ومدام رشا مش مصاريفها برضو كتير ولا ايه النظام؟ احسن تملص منك. فعلا. ايه المشكله يا رشا؟ لا يا دكتور، ما تشيلش هم رشا. انت اديني نمرتها وانا هبقى اشقر عليها في غيابك. قول. نمرتها معروفه 012. طب يا دكتور دلوقتي المهم، هتبيع او يعني هتأجر الكافيه لمين؟ شوف يا جماعه، انا اهم حاجه عندي سمعه الكافيه. عايز اجره ناس فعلا محترمه ملتزمه، وبمعنى علمي محدد ودقيق. اللي معاه قرش ما اقدرش اقول له هش. حكم. 100 100.